Hallo meine Freunde. أداة الربط weil. النهاردة درس مهم تاني مع أدوات الوصل أو الربط. النهاردة معانا weil. بنستخدم أداة الوصل weil بمعنى لأن في اللغة الألمانية للإشارة إلى السبب اللي يكون وراء الأمر اللي بيتم ذكره. هي قريبة قوي من دعمت اللي أخدناها في درس قبل كده. أنا سايب لكم الرابط بخصوص درس دعمت في صندوق الوصف. بس دعمت معناها هنا إن أنا بعمل شيء عشان أوصل لهدف أو غاية من وراء اللي أنا بعمله. تعالوا مع بعض ندخل في درس أكتر هتعرفوا الفرق بين weil اللي هنشرحه النهاردة ودعمت اللي شرحناها قبل كده. نكمل مع weil. جملة weil بتتكون من جملة رئيسية وجملة فرعية زي دعمت بالظبط، وفايل بتيجي في أول الجملة الفرعية عشان توضح السبب المذكور في الجملة الرئيسية. ناخد مثال: Ich kann heute nicht ins Kino gehen, weil ich viel Arbeit habe. لا يمكنني الذهاب إلى السينما لأن لدي الكثير من العمل. في المثال ده استخدمنا weil للإشارة إلى سبب عدم القدرة في الذهاب إلى السينما، والسبب هو إن عنده شغل كتير. weil بتيجي دايما في بداية الجملة الفرعية، وممكن الجملة الفرعية اللي بتبدأ بفايل تيجي قبل الجملة الرئيسية أو بعدها، دي ما فيهاش أي اختلاف. ناخد مثال: Ich lerne Deutsch, weil ich in Berlin studieren will. أنا أتعلم الألمانية لأنني أريد الدراسة في برلين. زي ما لاحظنا في المثال ده الجملة الرئيسية وبعدها جت الجملة الفرعية اللي بتبدأ بفايل. طيب لو بدلنا الجملة الرئيسية مكان الفرعية: weil ich in Berlin studieren will, ich lerne Deutsch. فاكرين في دعمت كان بيحصل تغيير بسيط في النص التاني من الجملة لما بنحط دعمت في الأول، إنما هنا مفيش أي تغيير. ناخد شوية أمثلة توضيحية على weil. will nur nicht sagen, weil meine Krankheit so schlimm ist. هو لا يريد أن يخبرني بالشيء لأن مرضي يكون سيء للغاية. weil هنا السببية عكس دعمت. دعمت بتكون عشان توصل لهدف، بتعمل حاجة تانية للوصول للهدف. ناخد مثال تاني: Frau Sarah kommt morgen nicht zur Arbeit, weil Magenschmerzen hat. لن تأتي السيدة سارة إلى العمل. ليه؟ إيه السبب؟ غدا لأنها تعاني من آلام في المعدة. ناخد مثال تاني: Klaus öffnet das Fenster, weil es im Zimmer zu heiß ist. يفتح كلاوس النافذة. ليه؟ لأن الجو حار جدا في الغرفة. ده سبب. وآخر مثال معنا النهاردة: Meine Nachbarn sind traurig, weil ihr Hund gestorben ist. جيراني حزينون. ليه؟ إيه السبب؟ لأن كلبهم مات. وكده احنا خلصنا النهاردة درس أداة الربط weil. وفي درس قبل كده احنا شرحنا لكم أقرب أداة ربط ليها اللي هي دعمت، واتمنى يكون الفرق بين الاتنين وصل لكم. لو عجبك الدرس دوس لايك وشير الفيديو عشان غيرك يستفيد، ولو ما كنتش اشتركت معايا في القناة اشترك وفعل زر الجرس يوصلك كل جديد احنا بنقدمه. Auf Wiedersehen.